السلام عليكم، وياكم اخوكم احمد من احواض الاسماك. اليوم نحكي على السمك خاص اسمه النيون تترا. طبعا النيون تترا من اجمل واحلى الاسماك صراحة، ويسمونه الكناري مال احواض الاسماك اللي بالبيوت. يعني الوان الرائعة والجميلة مثل ما جاي تشوفون. ولكن للاسف هذه السمكة يعني جدا معرضة للإصابة بالأمراض، يسمونه ديليكيت. يعني أسماك تأخذ المرض بسهولة، على الرغم أنه يعني متطلبات المياه إذا كانت جيدة. مثلا هذا الحوض يعني صار له عندي بالست 8 أشهر يمكن، و يعني أسماك أخرى تنتعش صراحة. مثلا أنا أحكي عن خاص نوع خاص يسمونه النيون تترا، اللي هو هذا هو النيون تترا. هذا يكون مثل ما جاي تشوفون الخط الأحمر مقصوص به مو كامل. هذا النوع جدا جدا معرض للإصابة، يصير به عدة أمراض مثل ما جاي تشوفون: فين روت، مثلا تعفن الزعانف، يصير بيه نيون تترا ديزيز، يصير بيه دروبسي يعني مرض النيون تترا، يصير بيه هذا مرض السمنة أو انه تنتفخ السمكة، وكثير من الأمراض. أنا الصراحة ما أنصح أي شخص يمتلك هذه السمكة على الرغم من جمالها، إلا إذا كنت أنه يعني تحب تشتري أسماك أخرى وما تبالي بموت السمكة. صح هي رخيصة، ولكن مثل ما قلنا يعني ولكن اكو انواع التترا. مثلا هذا النوع مثلا تترا هذا لا زين يتحمل، هذا النوع ايضا اخر ايضا يتحمل، وانواع اخرى. بس النيون اكو نوع اخر يسمونه كاردينال تترا، اللي هو هذا الكاردينال، مو النيون جدا صعب ويتمرض بسرعة وعدة مشاكل، ولكن الكاردينال قوي والأنواع الأخرى بس النيون ما أنصح أي شخص يمتلك هذه السمكة. أشكر مشاهدتكم، وإن شاء الله نشوفكم قريبا.